بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وأصلي وأسلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أحباء طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي، وصلنا للتقييم الأسبوعي العاشر ومع التقييم الأول. المجموعة ألف ومديني نصوص من نص صناعة الآراء لتوفيق الحكيم، وفي حوار هيدور على شكل مناظرة بين توفيق الحكيم وبين العصاية بتاعته حول رسالة الأديب والفنان. والعصا بتقول: ما رسالة الأديب والفنان من وجهة نظرك؟ بتسأل توفيق الحكيم. أليست في توجيه الرأي العام؟ ده من وجهة نظر العصا إنه رسالة الأديب والفنان توجيه الرأي العام. طيب، رد توفيق الحكيم قال لها: لا، أعتقد أسمى رسالة الأديب والمفكر والفنان ليست توجيه الرأي العام، أمال إيه؟ خلق الرأي العام. لأن التوجيه ده معناه الدفع والفرض والسيطرة، إن أنا أفرض عليهم الرأي، وده طبعا شيء خطأ. وفي هذا انتصار بلا شك لفكرة المفكر أو رأي الأديب أو مرمى الفنان، ولكن هذا الانتصار الشخصي هو في ذات الوقت خذلان لآراء عدد كبير من الناس وفناء لشخصية طوائف عدد من البشر. يبقى أنا لما أوجه الرأي العام كأننا فنيت رأيهم وأنا اللي وجهتهم حسب ما أنا عايز. طيب، إيه الكلمة اللي تؤدي معنى أعتقد؟ أشك ولا أظن؟ لو بصيت لأشك وأظن هلاقي الاتنين أساسا بنفس المعنى، يبقى ما ينفعش اختار واحدة فيهم. وطبعا مش معناها برضو أتوقع، فهنا أجزم، لأن أعتقد جاي من كلمة العقيدة يعني اليقين. وسيلة القصر في قول الكاتب: فإن التوجيه معناه الدفع والفرض والسيطرة. إيه القصر هنا؟ طب التوجيه دي اسم إن، معناه الدفع مع بعضها، دول خبر إن، خبر نوع جملة اسمية، والجملة الاسمية بتتكون من مبتدأ وخبر. معناه ده مبتدأ والدفع خبر. هلاحظ ان الاثنين معرفة هنا، يبقى هنا تعريف طرفي الجملة الاسمية. اذا ايه المقطع اللي هو الهدف، المغزى الضمني يعني الهدف من المقطع السابق؟ هل كثرة تنوع طوائف المثقفين؟ لا طبعا. هل اظهار اهمية فهم التيارات الفكرية في المجتمع؟ برضه لا. هل بيأكد على أهمية الرفق بالناس؟ برضه لا. أمال إيه؟ بينفرني من فرض الآراء وبيدعوني إن أنا أفهم وأقتنع. طيب، قطعة القراءة المتحررة الدكتور طه حسين موجهها للكاتب توفيق الحكيم. سيدي الأستاذ، لست أظن أن الشخصية المصرية محيت من الأدب المصري محوا تاما. الشخصية المصرية ما اتمحتش في يوم من الأيام، وإن كلمة أنا لم يكن لها مدلول في لغة المصريين، أو أن المصريين كانوا في شبه إغماء حتى أقبل الجيل اللي هو بتاع العصر الحديث فرد عليهم الحياة والنشاط. كل ما يمكن أن يصح لك هو أن الشخصية المصرية في الأدب كانت زاوية زابلة إلى حد ما، يعني كانت مختفية، كانت زي الوردة الدبلانة بس موجودة في وقت من الأوقات، لعله يبتدئ بآخر عصر المماليك، منذ عصر المماليك. لكن الشخصية دي رغم ذبولها وفتورها ما ماتتش، ما اتمحتش أبدا، ظلت حية تتردد إشاعتها الضئيلة في آثار الكتب. بقت موجودة الشخصية المصرية فين؟ في آثار الكتب وفي الشعراء وفي العلماء لغاية ما جه العصر الحديث. ويكفي نقرأ أن الأدب المصري في أيام المماليك وقبل أيام المماليك لتعلم أن شخصيتنا الأدبية كان طول عمرها قوية ونامية، كانت جذابة وخلابة في كل فرع من فروع حياتنا المعنوية. إذا إيه سبب بقاء الشخصية المصرية في الأدب وإنها ما انتهتش؟ هل بسبب قوة المجتمع؟ لا. هل الجذور الحضارية؟ برضو لا. هل براعة الإنسان المصري في تحديد أهدافه؟ لا. أمال إيه؟ أهي في آثار الكتب والشعراء والعلماء. يبقى استمرار الأدباء والمثقفين في أداء دورهم بقدر ما يتاح لهم. السؤال الثاني: نوع الصورة فيه تتردد أشعتها الضئيلة في آثار الكتاب. طب هل الشخصية ليها أشعة؟ صور الشخصية بشمس، حذف الشمس الطرف الثاني تديني استعارة مكنية. ما المقصود الفني بالتكوين الفني في المقال؟ التكوين الفني هو ترابط أفكار المقال وانسجامها. مرة تانية:
ترابط أفكار المقال وانسجامها، وده طبعا من الخصائص الفنية للمقال. السؤال التالي بلاغة. خليلي يعني صاحبي، وده مناجاة الصاحبين طبعا. هل بعد الصبابة سلوة، وهل لشباب فات بالأمس مرجع، أبيت أمني النفس طورا فترعوي، وأتلو عليها اليأس طورا فتجزع، وما ذكر ريعان الصبا غير حسرة، تزل لها نفس العزيز وتخضع، إذا شاب رأس المرء شاب فؤاده، ولم يبق فيه للبشاشة موضع. إيه التركيب اللي يحتوي على أسلوب قصر بلاغي؟ هل بعد الصبابة سلوى؟ لا، مفيش هنا أسلوب قصر. أبيت أمني النفس؟ برضو مفيش. إذا شاب رأس المرء شاب فؤاده؟ برضو مفيش. طب لم يبق فيه للبشاشة موضع، أصلها لم يبق موضع فيه للبشاشة، قدم هنا الجار والمجرور، يبقى ده أسلوب قصر بتقديم الجار والمجرور. طيب إيه غرض الاستفهام في قوله هل بعد الصبابة سلوى؟ الإجابة طبعا لا. أي سؤال إجابته لا على طول من غير ما نفكر نختار إيه من دول؟ طبعا النفي، فهنا نفي وتحصر. من قصة وإسلامها، ومديني قطعة وبيقول لي كده وراء كل عظيم امرأة عظيمة. إيه الدليل على ده؟ من خلال الفقرة. طبعا من خلال الفقرة هنا هنبين دور مين؟ طبعا جولنار ودورها في مساعدة قطز. وهنخطط هنا الإجابة معايا من الفقرة، ولا الإجابة طويلة شوية. إن هي كانت زوجته وحبيبته جولنار تعمل إيه؟ تشد أزره، بتساعد يعني قطز، تشجعه على المضي في هذا السبيل، سبيل الحرب يعني. كانت تسهر معه الليل، تشطر همومه وألامه، تمسح بيدها الرقيقة أو الرفيقة شكواه كلما ضاق صدره، تخاذل الأمراء ونيلهم منه ونفاقهم له، وألقاهم العواسير في طريقه. طب كان أحيانا ينسى طعامه، فكانت هي تقدم له الطعام. كانت تأخذ بيده وتقوده للفراش، تذكره بأن هو لابد أن هو يرتاح. يبقى دي بعض الأشياء اللي هي دور الزوجة العظيمة السلطانة جولنار في مساعدة زوجها السلطان قطز. المجموعة بقى، ومعنا نفس القطعة لتوفيق الحكيم صناعة الآراء، ومعنى كلمة مرمى بلا شك لفكرة المفكر أو رأي الأديب أو مرمى الفنان. مرمى يعني هدف أو مقصد هذا الفنان. أسلوب القصر في قوله ولكن هذا الانتصار الشخصي هو في ذات الوقت خذلان. هل هنا علشان استخدم لكن؟ لا طبعا. طيب هل هنا في نفي واستثناء؟ لا، ما فيش نفي واستثناء. هل تكرار الضمير يعتبر اسلوب قصر؟ لا طبعا. امال ايه؟ لكن هذا الانتصار الشخصي هو في ذات الوقت خذلان، اصلا هو خذلان في ذلك الوقت. هنا قدم الجار والمجرور، يبقى تقديم ما حقه التاخير. طب اعتمد الكاتب في المقال السابق على الحوار والمناظره. نعم، فقد حاور الكاتب عصاه في مناظرة حول رسالة الأديب أو الفنان أو المفكر، رسالة الأديب أو المفكر. طب إيه الدليل؟ أهي قالت العصا ما رسالة الأديب والمفكر. إن العصا كانت بتسأل إيه رسالة الأديب وإيه رسالة المفكر. طيب مديني بقى قطعة هنا وقطعة قراءة، وإيه بيقول لي الفكرة الرئيسة لهذه القطعة، ونفس القطعة اللي احنا خدناها من شوية عن طبيعة الشخصية المصرية. طب هل لكل عصر طبيعته؟ طبعا لا برضه. طيب هل ضعف الشخصية المصرية؟ برضه لا. هل تقدم الأمم إن احنا نجمع بين المشاعر والأفكار؟ برضه لا. أمال إيه؟ عايز يثبت لي إن الشخصية النامية
الشخصية المصرية نامية في كل العصور، موجودة في كل العصور. طيب كانت زاوية زابلة، كانت زابلة. صور الشخصية المصرية بنبات زابل، حذف النبات وجاب صفة من صفاته، يبقى استعارة مكنية على طول. ما المقصود بالنثرية في المقال؟ أو أن يكون المقال نثرا لا شعرا، أو بسبب طغيان الفكر في المقال، إن الفكر بيطغى على العاطفة، لذلك هنا كان المقال نثري. طيب نفس القطعة، قطعة البلاغة، وبيقول لي عايزين أسلوب قصر بلاغي. طيب لو بصينا، شاب رأس المرء ما فيهاش أي أسلوب قصر. أبيت أمني النفس ما فيهاش حاجة. شاب فؤاده برضه ما فيهاش حاجة. وما نفي اهو، ذكر عن الصبا غير، وادي استثناء، نفي واستثناء، يبقى ده أسلوب قصر. ايه الغرض البلاغي في قوله أبيت أمني النفس في الشطر الأول من البيت الثاني؟ طبعا ده أسلوب خبري، يبقى غرضه التقرير. من قصة وإسلامة، ومديني قطعة وبيقول لي روح الجند من روح قائدهم، يعني لو القائد عنده حماسة الجنود هيبقى عندهم حماسة. طيب تعال نشوف ايه الحماسة اللي كانت عند القائد وهم ابتدوا يعملوا زيه. أو عندما صرخ السلطان بأعلى صوته وإسلاماه، وحمل بنفسه حملة صادقة هو بنفسه يعني، وابتدى صوته يتردد، هم ابتدوا يرددوا معاه وحملوا حملة عنيفة على قلب التتار. يبقى عندما صرخ بأعلى صوته وإسلاماه وهجم على التتار، فالحماسة دي انتقلت للجنود وابتدوا يقلدوا القائد. دي الإجابة اللي احنا خططناها اهو، مش هنكتبها، أول سطرين. المجموعة الأخيرة نفس القطعة بتاعت توفيق حكيم، بيقول لي ما معنى الفرض؟ إنك تفرض على الناس الآراء، أقصى طبعا إن أنت تخيرهم، يبقى مضادها هنا التخيير. وسيلة القصر ليست في توجيه الرأي العام، بل طبعا هنا أداة عطف، يبقى هي دي طبعا أداة العطف بل. ايه المغزى من قول الكاتب خذلان لآراء عدد كبير، فناء لشخصية طوائف عديدة؟ طيب ان المجتمع الغافل ما يقدرش ينهض بنفسه؟ طبعا لا. مسؤولية المفكرين بناء الرأي العام واستنباته في المجتمع مش فرضه. هي دي، ان احنا نبني الرأي العام مش نوجه الرأي العام. قطعة القراءة، مديني نفس قطعة القراءة وجايب لي عليها أسئلة. دلالة كلمة أنا في الكتابة المصرية، هل إن الأدب المصري بيعبر عن ذاته فقط؟ طبعا لا. الأدب المصري ذاب وتلاشى؟ برضو لا. إن الإنسان الصبور يقف على قدميه رغم الصعوبات؟ برضو لا. أمال إيه؟ تأكيد على وجود الشخصية المصرية في نتاج الأدباء، لكن بيختلف تبعا للظروف المحيطة، يبقى هي دي رقم د. ايه نوع الصورة في قول الكاتب في كل فرع من فروع حياتنا المعنوية؟ طبعا هنا صور حياتنا بشيء مادي له فروع، حذف الشيء المادي الطرف الثاني على طول، طبعا تديني استعارة مكنية. ما المقصود بالذاتية في المقال؟ اللي هو تظهر شخصية الكاتب وأفكاره. مرة تانية الذاتية أن تظهر شخصية الكاتب وأفكاره في المقال. مدي لي نفس قطعة البلاغة وبيقول لي استخرج من الأبيات دي أسلوب قصر وبين وسيلته وغرضه. لو بصينا هنا، وما ذكر ريعان الصبا غير حسرة، أهو البيت الثالث، وما ذكر ريعان الصبا غير حسرة. طبعا هنا وسيلته
النفي والاستثناء. النفي بما والاستثناء بغير. وطبعا غرضه دايما ايه؟ التخصيص والتوكيد. غرض النداء في قوله خليلي، أي يا خليلي، وهنا طبعا متساويان، يبقى غرضه الالتماس. لما يكون لشخصان متساويان، الالتماس. طيب مديني قطعة عن وإسلاماه وبيكلمني عن بيبرس. مما قيل عن بيبرس: هو لسه طفل يهزأ بالأهوال في ساحة النزال، أنكع الأعداء من الأسد، أقوى حتى من الأسد لما يهاجم الأعداء. إيه الدليل على صدق المقولة من الفقرة السابقة؟ تعال نخططها، برضه مش هنكتبها، هناخد الإجابة من القطعة. أو أثناء المعركة كان الإمام أمير بيبرس بيعمل إيه؟ كان يحض أصحابه على القتال، لا يدع مجالا للتقهقر مهما اشتد بهم الضغط، كأنما كانوا مقيدين بسلسلة طرفها في يده فثبتوا ثبات الرواسي. كان بيغوص بين أصحابه ويحرضهم ويدفعهم للأمام. طيب وإيه كمان لو عايز أكمل؟ كان حذرا ينظر بألف عين. طب وإيه كمان؟ كان موكل الطرف بالشجعان المعلمين من الرجال، يتخير أشدهم فيفجأه بضربة، يعني يختار القوي منهم من الأعداء ويهجم عليه ويقتله. يبقى الجزء اللي احنا خططناه ده هو الإجابة. وبكده أحبابي نكون وصلنا لنهاية التقييمات الثلاثة. يتبقى فقط معنا الأداء الصرفي والأداء المنزلي. ما تنسوناش بالدعوات، انتظرونا في القادم. وفقكم الله.